سبسي في الدورة الثانية كمان لا يسعنا أن نتقدم بالشكر وجزيل الشكر للخيال الكل اللي حضروا وأعضاء المكتب الجهوي اللي سهروا على تنظيم هذه الجلسة فهمني وأعضاء تنسيقيات جزيرة جربة. والآن نحيل الكلمة للأخ مجدي الجزيري لافتتاح الحملة الانتخابية. اولا انا سعيد جدا انا والخيان اللي جاوا من جهه صفاقس واللي جاوا من جهه تونس لمشاركتكم افتتاح الحمله الانتخابيه للدوره الثانيه للسيد الباجي قايد سبسي في رئاسيه الجمهوريه التونسيه. ويبدو لي انه سي الباجي يعرفوه بخير على تونس وعرفوه بخير على جهه جربه وعلى الجنوب عامة باعتبار الغيث النافع الذي سبقنا قبل أن نصل ورافقنا مسيرتنا وهو الآن ما زال ينهمر. وهذا دليل على أن وحدة الأرض التونسية مع أبنائها المخلصين حقيقة تاريخية تعلمناها منذ 3000 سنة، وأن تونس بدون شعبها لا تساوي شيء، وأن شعب تونس بدون تونس حرة مستقلة أبد الدهر لا يمكن لهم أن يعيشوا في رغد ولا في راحة ولا في أمان. أولا نحب نقول للخيان والخيات الحاضرين وأني باسم زعيم حركة نداء تونس نتوجه لكل مناضلين نداء تونس ولكل المناضلين المستقلين الذين لا ينتمون لحركة نداء تونس والذين شاركوا معنا هذه الحملة الانتخابية في الدورة الثانية للرئاسية. باسمه الشخصي أتوجه لهم بالشكر الجزيل على هذا الموقف الذي ينبئ بمستقبل كبير لتونس ويشجع كل الشباب والشبان على التمادي والتواصل والاستمرار في النضال من أجل أن ننتصر في هذه الدورة الثانية وأن يكون سي الباجي قايد سبسي هو رئيس الجمهورية التونسية يوم 21 ديسمبر بحول الله. هذا معقول في 2014 شعب استطاع أن يبني مدارس منذ 56 في كل مكان غير قادر باش يبني طرقات وطرود، وبالتالي أعتقد وأن الحكومة التي ستؤسسها نداء تونس في المستقبل القريب لابد وأن يكون على رأسها رئيس حكومة قادر وأن يسير الحكومة ولكن باتفاق مع رئيس الدولة حتى نضمن الاستقرار والأمن والاستقلال التام لتونس، لأنه فما غيره سي الباجي اللي مترشح واللي عينه على دول عربية أخرى خليجية لا تريد لنا الخير، لأنها لم تكن مرة واحدة في حياتها تريد الخير لليبيا وسوريا وغيرها من الدول العربية. نحب نقول أنه ما فماش إمكانية لأي وطني حر أن يمر بجزيرة جربة دون أن يكون واعيا بوجود إخواننا توانسة حريصين حرص شديد على أن يبقوا في بلادهم وأن يساهموا في بناء اقتصادها وعزتها. أبنائها من الجالية اليهودية هم أخواتنا وأهلنا وضحاوا بربي. بالمناسبة نحب نقول فما زعيم معناتها تربيت أنا والجيل متاعي على يديه، هو يهودي وتوفي أخيرا
ولكن سجن مع الزعيم لحبيب بورقيبة في مرتين، في مناسبتين، من أجل مشاركته في حركة التحرير الوطني، ولم يفكر يوما وأنه خاطر ينتمي للدين اليهودي أنه ما هوش في تونس. هو يعتبر نفسه تونسي قبل كل تونسي آخر، لأن لا فرق بين تونسي وتونسي إلا بحبه للوطن وإيمانه باستقلال تونس وبعزتها. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.